في فيلم كاستاوي بيحكي إن البطل كان مسافر في مهمة للشغل بتاعه على طيارة شحن كبيرة تابعة لشركة فيديكس، شركة الشحن المشهورة، وفي نص المحيط الهادي طيارة وقعت. البطل هو الوحيد اللي نجي من الحادثة دي. صحي لقى نفسه نايم على جزيرة مهجورة، مفيش أي حاجة حواليه خالص، هو والحيوانات والنباتات بس. طبعا كان مصدوم في الأول وحاول يبعت إشارات استغاثة، بيدور على أي أمل في النجاة، بس مفيش فايدة، واكتشف إن حياته هتنتهي ولازم يتأقلم. الحكاية هتبتدي دلوقتي. أنا مش هكمل بقية الفيلم ده، للأسف بقى واقعنا، واقع الإنسان البدائي. كان كل يوم في رحلة البحث عن البقاء في عالم لسه بيتكون، عالم كله مجهول. إحنا تقريبا هنرجع 2 مليون و400 ألف سنة لورا، قبل اصلا ما يبقى فيه اي حاجه، مفيش غير غابه وصحراء بس. اول نسخه بدائيه مننا. بيصحى الانسان البدائي قبل ما الشمس تشرق على صوت طائر غريب. اول حاجه بيعملها بيدور على الاكل. البرد شديد وبيخليه جعان، كده يبقى ده اول احساسين بيحسهم، الخوف والجوع. مع طلوع الشمس الكامل بيخرج من الكهف، واكيد بيبص حواليه بحذر. الغابه هي دي مصدر رزق ومصدر خطر في نفس الوقت. النهارده لازم هيجيب اكل. بقائه وبقاء عيلته بيعتمد على فن البقاء. الانسان البدائي بينجح في مهمته وبيقدر يجيب اكل، يمكن مش هيسد جوع كل اللي معاه بس هيقضي الغرض يعني. بيرجع للكهف والرحله لسه ما خلصتش. بالمناسبه الانسان البدائي كان بياكل حاجات كده تقرفنا النهارده زي الحشرات والحاجات التانية دي. الليل بيليل والدنيا بتضلم ومفيش اي مصدر للنور، لا بقى لا في تلفزيون ولا بقى في تيك توك تتفرج عليه وتقلب فيه. المكان الوحيد الآمن هو الكهف. الإنسان البدائي مش بس قوي البنية، ده كمان ذكي، بدأ يعرف سلوك الحيوانات، عرف إمتى يهاجم وإمتى يتراجع. هو فاهم كويس إن كل حركة هو بيعملها ممكن تكون الأخيرة، وده اللي بيميز الإنسان البدائي عن أي كائن تاني، قدرته على التعلم والتكيف. في اليوم التاني الشمس يدوب لسه بتشعشع، وضوءها بيكشف عن غابة كبيرة جدا مليانة بأصوات عجيبة. الإنسان البدائي نايم جوه كهف ضيق، جسمه ملفوف في جلد حيوان قديم، وفجأة عينه بتفتح على صوت، بس مش صوت الطائر، على صوت بيخلي قلبه يتنفض، صوت كائن تاني بيقرب من الكهف، صوت بيتردد في الغابات من آلاف السنين. بيقوم في لمح البصر وبيستخدم حجر مدبب كأنه زي السكينة، وهو عارف كويس إنه لو الكائن ده دخل الكهف يبقى النهاية جت. فكرة واحدة بس هي اللي بتسيطر على دماغه، البقاء. دي الكلمة الوحيدة اللي محفورة في جيناته. بعد لحظات من الصمت المخيف الصوت بيبدأ يبعد تدريجيا. الإنسان البدائي بيبدأ ياخد نفس عميق ويبدأ صراع البقاء في يوم جديد. هو عارف إن الصراع لسه هيبدأ مع أول خروج ليه من الكهف ده. أول خطوة بره الأمان ده هي أول خطوة في مغامرة البقاء في اليوم ده. الإنسان البدائي وهو راجع من الصيد لقى آثار لحيوان ضخم جدا قريب من الكهف. ده مش مجرد حيوان مفترس عادي، ده حاجة أكبر وأخطر بكتير. يا ترى إيه الحيوان ده؟ وإزاي هيقدر يحمي عيلته منه؟ وفجأة مش بس هي الحيوانات اللي بتشكل خطر، الإنسان البدائي بيبدأ يلمح مجموعة من البشر بس مش من قبيلته. دول أغراب، يا ترى جايين يعملوا إيه؟ يا ترى دولت ممكن يكونوا أعداء ولا ممكن يكونوا حلفاء؟ ده سؤال مهم جدا، والإجابة عليه هتغير مسار حياته بالكامل. طول رحلتنا مع الإنسان البدائي وفي أسئلة كتيرة قوي بتدور في دماغنا. هل هيلاقي مكان آمن لعيلته؟ طب إزاي هيقدر يتغلب على الخطر اللي بيقابله كل يوم؟ وإيه اللي خلاه يتطور من مجرد كائن بيعيش على الغريزة لإنسان بيصنع أدواته وبيتحكم في بيته؟ الإنسان البدائي كان بيعتمد على القبيلة، اللي بره القبيلة غريب وعدو، والمبدأ ده للأسف لسه موجود النهارده بشكل عنصرية وطائفية وتعصب للهوية. انت ممكن تكون متعلم وبتفهم في الميتافيرس، بس لما بتشوف حد لهجته مختلفة عن لهجتك أو لونه مختلف بتفكر بنفس طريقة الإنسان البدائي. الإنسان البدائي بيبص حواليه فبيلاقي كل حاجة فيها خطر، نمور ووحوش وأفاعي عملاقة، وجيرانك ممكن ياكلوك لو ما قدرتش تحمي نفسك. فأول قانون عرفه الإنسان البدائي: آكل قبل ما تاكل. وبعد ما نيجي من الموت دلوقتي الليل ليل، والليالي دي مش زي ليالينا دلوقتي. كل حشرة أو كل طائر أو أي صوت ممكن تسمعه ممكن يكون آخر حاجة تسمعها في حياتك. هنا بقى الإنسان البدائي بيستخدم أقوى سلاح عنده، النار، وده خلى أول مجتمع يتكون حوالين النار. النار كانت الحياة، كان الإنترنت بتاع زمان، الناس كانت بتتجمع حواليها وتحكي حواديت. النار ديت كانت ولا تزال من أهم الاكتشافات في التاريخ كله. بفضلها الإنسان البدائي قدر يدفي نفسه ويخوف الحيوانات ويطبخ الأكل وياكله، فده ساعده على تطور عقل. تخيل كده مجرد نار
غيرت مسار التاريخ كله. مش بس كده، دي كانت بداية الحضارة. في يوم من الأيام الدنيا مطرت مطر غزير. المطر ده كان بالنسبة للإنسان البدائي نعمة ونقمة في نفس الوقت. نعمة لأنه بيجيب له مية، ونقمة لأنه بيغرق له الكهف بتاعه وبيقطع طرق الصيد. هنا بقى بيجي دور الذكاء البشري. الإنسان البدائي ما بيستسلمش للمطر، بيحاول يلاقي حلول. بيبدأ يفكر في مكان تاني ممكن يروح له لو الكهف بتاعه غرق، وبيبدأ يلاحظ مسارات المية عشان يتجنبها. هنا بدأ الإنسان يخطط، مش مجرد انه يتفاعل مع اللي بيحصل حواليه. ده قمة التطور. للأسف يا ريس، احنا رحنا الفضاء لكن لسه بنتخانق على الأرض. بنزرع قلب بس لسه بنقتل باسم الدين. هو احنا فعلا تطورنا ولا غيرنا شكل الكهف؟ الإنسان البدائي كان بيتعلم من التجربة، وأكتر حاجة علمته كانت الفشل. النهاردة أنت عندك موبايل، عندك تكنولوجيا، بس لسه جواك الغريزة، الجوع، الحب، الخوف، الطموح. إحنا فعلا أحفاد الكهف، بس الكهف بهدشته. بنعيش اليوم بتاعنا بنفس الطريقة بس أدوات مختلفة. رحلة الإنسان البدائي لسه مخلصتش. كل يوم هو في تحدي جديد، بس الدرس الأهم هو إن الإنسان طول عمره كان بيواجه صعوبات وبيلاقي لها حلول، بيتكيف وبيفكر وكمان بيطور من نفسه. وهو ده سر بقائنا لحد دلوقتي. في فيلم كاستاوي البطل بيرجع لبلده، بس كان في صدمة كبيرة. كل حاجة تقريبا اتغيرت. الفيلم بينتهي والبطل على مفترق الطرق. بيفكر البطل إزاي هيكمل بقية حياته بعد كل اللي شافه وعاشه، وإن الحياة ممكن تتغير في لحظة، وإن الإنسان عنده قدرة على التكيف والبقاء حتى في أقصى الظروف. بس في نفس الوقت مبدأ الوحدة ممكن يأثر على نفسيته لو مفيش أي نوع من أنواع التواصل. بس كده أيها المشاهد الجميل، أنا كده خلصت التحليل. سيب لي رأيك في الكومنتات، لو أنت كنت إنسان بدائي هتسلي نفسك إزاي؟ وسلام أيها المشاهد الجميل.